تخيل معايا ان في ممر مائي على كوكب الارض، مش اي سفينة تقدر تعدي منه، ومش اي قبطان يقدر يقود السفينة ديت. ولكن اللي هحكي لك عنه النهاردة ملوش علاقة بالسفن، انا هحكي لك عن مجموعة شباب الحماس عندهم كان عالي جدا لدرجة ان هم قرروا يعملوا مغامرة بحتة يخت صغير ممر ديريك، من اصعب الممرات العالمية اللي مش اي مركبة تقدر تعدي فيها. والمصادر بتاعتي لسه عارفين الموضوع ده من 48 ساعة. في ناس ممكن تكون اتكلمت عن الموضوع وناس لسه، ولكن طول ما انت مع الدولي فانت عندك معلومات عن كل الحصريات. انا اسلام الدولي، وانا بحكي لكم قصص حصلت على مر التاريخ، وقصص بتحصل في قلب الواقع، واي حاجة هتحصل في المستقبل ان شاء الله. مصادرنا لقصة النهاردة بسيطة جدا، وهي واحد صديق ليا كان على مركبة اللي شاف الحادثة بعينيه، ولما استفسر عن اسم اليخت ولما استفسر عن كل حاجة قدر يعرف مين هم اللي كانوا في اليخت، قدر يعرف كل تفاصيل القصة، قدر يعرف كل التفاصيل والأحداث بتاعت الناس اللي كانت على اليخت واللي عملوا المغامرة بتاعت النهاردة. صاحبي ده شغال على سفينة عملاقة في ميناء أوشوايا. أوشوايا ده ميناء في آخر الأرجنتين، والمراكب اللي بتطلع من هناك كلها متجهة للجنوب القطبي. والجنوب القطبي معروف إن هو من أسقع وأبرد وأصعب الأماكن اللي مش أي حد يزورها. شوية شباب من اللي كانوا قاعدين بيحتفلوا دول قرروا إن هم يعملوا مغامرة تقلب حياتهم، وهي حرفيا دمرت حياتهم مش قلبتها. قرروا إن هم يسرقوا يخت بتاع أبو واحد صاحبهم وياخدوا مغامرة ويطلعوا طلعة لحد الجنوب القطبي، ويتحدوا نفسهم ويتحدوا الناس كلها، ويعملوا فيديوهات للسوشيال ميديا وريلزات بقى. ويبص، عايزين يتشهروا وعايزين يعملوا شوية أكشن. خدوا اليخت من ميناء أوشوايا متجهين للقطب الجنوبي، عدوا خرجوا نزلوا على المحيط. واثناء دخولهم ممر ديريك اللي هو الغساله بتاعت البحر ذات نفسه، اللي هو المحيط الاطلسي والمحيط الاطلنطي والبحر بتاع الجنوب القطبي، والممر اللي جاي من جنوب امريكا اللي هو خارج من الارجنتين، كل البحار دي خبطه وكل الامواج دي خبطه في نفس الوقت، عاملين لك دوامه. فان هم يعدوا بيخت دي حاجة مستحيلة، لأن زي ما قلت لك مراكب معينة بمواصفات معينة وأغلبيتها أساسا كاسحات جليد هم اللي بيمروا وهم اللي بيعدوا من ممر ديريك ده، ويقدروا يستحملوا. لأن المراكب حتى بتكون من مواصفات خاصة، ومراكب بتبقى عملاقة عشان تقدر تقاوم الأمواج. الأمواج في الحتة دي أقل واجب 15 متر، ده لما يكون الجو عدل، ما بالك بقى لو في عاصفة، لو في أزمة، لو في كارثة. تلاقي إن الأمواج بيوصل طولها لأكتر من 70 متر. وبالتأكيد مفيش أي مركبة تقدر تقاوم الكلام ده إلا مراكب بمواصفات معينة. ما بالك بقى قصة النهاردة عن شوية شباب عاملين دماغ طالعين بيخت، واللي هفاجئك واصدمك بيه إن هم قبل ما يطلعوا بصوا على الطقس والأرصاد واكتشفوا إن الجو جميل جدا، وقالوا يلا بينا ما بدقاش. والقرار كان بالنسبة لهم حاسم حتى لو كان الجو سيء جدا. وفاجئك كمان واقول لك ان هم وصلوا فعلا للقطب الجنوبي، ووصلوا للمستعمره اللي هناك، المستعمره الارجنتينيه بتاعت المدارس والمتحف. في مستعمره موجوده في القطب الجنوبي هم وصلوا لها. ومعلومه صغيره، المستعمره دي بيعيش فيها 58 فرد بس، وبيتغيروا بشكل سنوي. قضوا يومهم صوروا فيديوهاتهم وعملوا ريلزاتهم وخلصوا كل حاجه، وتخيلوا قعدوا وانبسطوا وشربوا وراحوا كلوا كمان وعاشوا حياتهم اليوم ده في القطب الجنوبي. وعملوا تذكار ليهم زي لوحة كده كتبوا أساميهم عليها بالتاريخ. واحد صاحبهم كان معاه الكاميرا اللي بتصور وبتطبع الصور، فصوروا إن هم موجودين هنا بيخت، مش موجودين بسفينة عملاقة. فتخيل بقى دي هتبقى ذكرى عاملة ازاي، وهيبقى موضوع عامل ازاي. كده هم حققوا التارجت اللي هم عايزينه، وقرروا ان هم يرجعوا الارجنتين تاني يوم. ولكن الصدمة واللي ما كانوش عاملين حسابه ان قابلتهم عاصفة، لان هم من كتر الاحتفال هناك شربوا وبتاع، ما كانوش شايفين قدامهم، فما كانوش مركزين في الارصاد. وكان في عاصفة حرفيا عملاقة، والعاصفة دي كانت سبب ان حياتهم تنتهي. طب يا دولي ايه اللي حصل اثناء الرحلة وعرفت الكلام ازاي؟ انا هقول لك اللي حصل بالتفصيل من واحد راكب مركب عملاقة بالمواصفات اللي قلت لك عليها، اللي هو اساسا صديقي. هو بيقول لي احنا ما شفناش حاجة اليوم ده
غير موج ضخم جدًا، لإن العاصفة والجو كان سيء للغاية، أصلًا العاصفة دي كانت عاصفة مفاجأة، ومرّة واحدة اكتشفوا نور طالع من موجة عملاقة، نور طالع من موجة عملاقة، لمّا ركّزوا مع النور اكتشفوا إن ده كشّاف موجود في يخت، واليخت خارج من الموجة. طبعًا هنحاول نعمل لك صورة بالذكاء الاصطناعي نشرح لك التفاصيل ديّة فيها، أو نشرح لك الوصف اللي أنا باوصفه لك على قد ما نقدر. وهُم حاولوا بالمركبة إن هُم يوصلوا اليخت ده عشان يحاولوا ينقذوه، ولكن للأسف هُم لا لقوا يخت ولا لقوا حد ولا لقوا أثر لأي حاجة، لإن في أول القصة أنا قُلت لك إن ممر دريك ده هو يعتبر غسالة المحيطات، هو ما بيطلّعش حد مات، هو حرفيًا أنت مُت هيدفنك، ما بيخلّيش حاجة تقِب على وش المَيّة، لإن أمواج في أمواج في بُص الموضوع صعب أوي في الممر ده، وشايفك وعارفك يا اللي مش عاجبك الكلام وبتقول لي أنت إزاي عرفت إن هُم كانوا 5، إزاي عرفت المركبة، إزاي عرفت أي حاجة، صاحبي لمّا راجعوا الكاميرات بتاعة السفينة قدروا يعملوا zoom وقدروا إن هم يحققوا ويعرفوا اسم اليخت، ومن هنا بلغوا المينا اللي هو بتاع أوشوايا وسألوا وعرفوا إن اليخت اتسرق بالليل، ولما راقبوا الكاميرات عرفوا إن هم الخمسة صحاب طلعوا مع بعض، ولما شافوا الحفلة اللي قبلها جابوا الشلة وقالوا عرفنا كل التفاصيل وعرفنا إن هم إزاي طلعوا وعرفنا هم كانوا مبسوطين لأنهي درجة، ولما سفينة تانية وصلت المستعمرة شفنا التذكار اللي هم سايبينه، شفنا الصور اللي كانوا حاطينها هناك، شفنا كل التفاصيل دي بعينينا. القصة دي مش باعلمك فيها إنك ما تتهورش ولا باعلمك فيها إن في شباب شجاعة ولا إزاي تنبسط ولا إزاي تغامر، ولكن باعرّفك وحابب أقول لك إن في أماكن على كوكب الأرض صعب أي إنسان يخشها، أو كان من الصعب والمستحيل زمان، ولكن مع التطور والعلم والتكنولوجيا السفن دلوقتي بقت بتخش وبقى يحصل رحلات هناك، وبقى في تقنية وتكنولوجية عشان تستمتع بالأماكن الصعبة دي. هل بقى أنت شايف إن شوية الشباب دول متهورين أوي والّا شجعان جدًا؟ عايز أعرف وجهة نظرك في التعليقات، وهل لو جات لك فرصة إنك تزور المكان ده أو تمُر بالتحدي وتعمل المغامرة دي هتعملها والّا عقلك موجود لسه؟ لو حابب تسمع قصة تانية سمعتها من صاحبي برضه عن حاجة حصلت في القطب الجنوبي، أستناك تكتب لي في الكومنتات هنا. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واستناني في قصة جديدة قريب أوي. سلام.